السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة، امين يا رب العالمين. النهاردة الفيديو هنتكلم فيه عن حمدي ووفاء، والفيديو الاخير اللي عملوه مع بعض اللي هو في المسبح، اللي هو اليوم التركي. وفاء طبعا قالت انا هعمل اكل تركي صرف، يعني انا بس ليا كام تعليق كده. اولا انا فرحانة جدا بكلام حمدي، ان هو في اثناء الفيديو كان كل شوية يقول لها انتي بتعملي اكل مصري، لا انتي مفيش احسن من الاكل المصري، الاكل المصري لا يعلى عليه، انتي بتقولي ايه؟ لا انا محبش الاكل ده. فكان لفتة منه حلوة، ان هو طبعا يعني شكر في حاجة في مصر، يعني لقى حاجة يشكر فيها، يعني الحمد لله رب العالمين مصر طلعت كويسة في حاجة. فوفاء كانت بتعمل اكل اللي هو ايه، يعني مثلا الطاسه اللي عملتها اللي هي بتاعه صوص الجبنه ديت بالدقيق بتاع الذره. ده صوص جبنه احنا بنعمله هنا في مصر، بنعمله على اساس يترش، ما يتفطر، يعني يترش على الجبنه، على البيتزا، يترش على المكرونه البشاميل، لكن يتاكل لوحده وفاء اظن هيبقى تقيل قوي 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 قوي. طبعا وفاء بقت معترضه على كلام حمدي وتقول له لا انا ما بقلدش الاكل المصري، ولما لقاها مسكت البتنجان قال لها بس البتنجان ده اكل مصري، لا استحالة، ده لازم يكون اكل مصري ومش عارف ايه. قالت له لا ده حاجة تانية ومختلفة. طب يا فوقة، ما انت كل اللي عملتيه انك انت شويتي البتنجان، والبتنجان اللي شويتيه حطيتي فيه لحمة مفرومة، وحطيتي عليها حبة مكسرات وحطيتيه في الفرن. طب ما هي يعني هي المسقعة، يمكن بس انت ضفتي الجبنة الموتزاريلا. فكان حمدي طول الوقت يقول لها انا ما بحبش اجرب، ولكن كان فيديو لذيذ جدا ما شاء الله، ربنا يا رب يسعدهم. والاكل اللي بتعمليه كله وفاء جميل. واحلى حاجه في وفاء ان هي من الستات اللي مش يعني مش مثلا تقول لهم لا خلاص كفايه عليا كده، انا مش هعمل الفطار حاجه بسيطه والغدا انا بتعب، لا 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 لا، بتقف وبتعمل كذا صنف وكذا حاجة، ربنا يرزقهم يا رب العالمين. وعملت لهم حلويات، كان فيديو لذيذ جدا جدا وجميل. يا رب يكتروا من الفيديوهات اللذيذة دي، ومنتظر ان هم يعملوا يوم مصري صرف. طبعا يوم مصري صرف يبقى يوم للمحشي بس. نخش بعد كده على نهال وآلاء. نهال وآلاء يعني كل واحدة فيهم دلوقتي خلاص انفردت بنفسها في قناة لوحدها. دي عملت يوميات محمد وآلاء، والتانية نهال عملت يوميات نهال وحسن، او حسن ونهال. تمام. يوميات حسن ونهال القناة ما شاء الله وصلت دلوقتي نقولوا مثلا 62,000، ولحد ما سجلت لكم كانت 61,800. فماشي، مفيش مشكلة. قلنا في الأول إن محمد وإن آلاء ونهال عاملين موضوع القنوات ديت من باب التسلية، ولكن هما الاتنين طالعين بيقولوا نفس الكلام، ان احنا عاملين القنوات ديت عشان نعرض فيها يومياتي انا ومحمد، ونهال تقول يومياتي انا وحسن. المحتويات اللي بيقدموها انا شايفاها محتويات اقل من العادي. وما شاء الله ما شاء الله نهال طلعت ترند في فيديوهين. تمام، ربنا يكرمك. طبعا يعني مرات حسن حوارات اكيد لازم تتحب، ولازم الناس يعملوا لها اشتراك وكل حاجة. ولكن هل معنى الكلام ده ان احنا خلاص كده مفيش قناة حوارات تاني؟ هتبقى صعبة جدا. يعني عشان انا اطلع اتفرج مثلا محمد يطلع مع مراته وحسن يطلع مع مراته، طب انتوا هتلاقوا وقت منين تطلعوا مع بعض في قناة حوارات اللي هي قربت على 4 مليون؟ شقة 2 أخين شقوا مع بعض. انا شايفة ان الموضوع ده ممكن فعلا يؤدي الى ان احنا نقفل قناة حوارات، وان احنا ما نشتغلش فيها، وان احنا نوقعها، وان احنا مش عارف ايه. مش قصدي ان الستات عايزين يعملوا كده، ولكن انا شايفة ان احنا يعني نخلي القنوات دي للستات، اشتغلوا فيها، صوروا، اعملوا يومياتكم، ولكن انا واخويا نبقوا مع بعض وما يسيبوش بعض خالص. خصوصا ان حسن منتظر ان هو يقوم ويرجع تاني من موضوع الجيش، ويصور تاني مع محمد، ويظبطوا الموضوع من اول وجديد. نتمنى ان الموضوع ما يكبرش عن كده، لان انا شفت فيه فيديو على قناة حوارات لولاد ام زياد هم اللي بيصوروا. طبعا يعني هم كويسين وكل حاجة، ولكن مهما هيعملوا مش هيبقى زي محمد
وحسن. نتمنى ان محمد وحسن يحتفظوا بتعبهم وشقاهم وخلوا قنوات للستات. ربنا يا رب يجمعهم على خير ويرزقهم، امين يا رب العالمين، الرزق العالي يا رب العالمين، ويرزقنا ويرزقكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تكونوا يعني اللي مكمل معايا لحد دلوقتي يعمل لايك واشتراك، واشوفكم على خير.